هذه المرأة هي سائحة إسرائيلية يفترض أنها قدمت إلى المغرب بغرض السياحة، لكن يبدو أنها كانت تحمل أجندة أخرى بعيدة عن السياحة والاصطياف. السلام عليكم. نقدر نقول لكم بين المغرب والجزائر كاينه حزازه من زمان، ما كاينلاش ندرقوا الشمس بالغربال. علاش ولا كيفاش ما كيهمناش الموضوع دابا، ولكن باش تحسبوا علينا سائحه يهوديه هزات العالم ديال اسرائيل في الحدود وتقولوا عليها هذه مغربيه، هذه اللي ما نقبلوهاش. حنا المغاربه مخلطين عرب وامازيغ وفينا شويه ديال اليهود، كانوا عايشين معنا وباقيين عايشين في شي بلايص لدابا، ولكن هادشي اللي طرا شنو المقصود منه؟ وشكون اللي عنده المصلحه باش يتهز العالم ديال اسرائيل في منطقه اللي فيها الفتنه ومنطقه حساسه؟ وعلاش في هذا الوقت بالضبط؟ خليكم معنا حتى الاخير. في منطقه بنجره في مدينه السعيديه كانت واحد الحافله سياحيه اللي كتقل عدد من السياح الاجانب، جاو في اطار جوله عاديه باش يكتشفوا المنطقه ويصوروا شي مناظر طبيعيه. الحافله وقفات والسياح نزلوا، كل واحد وشد طريقه، شي كيدور شي كيصور شي كيتفرج في المكان. حتى لهنا الامور عاديه، ولكن اللي ما كانش عادي هي واحد السيده فقط، سيده وحده ما بقاتش مع الفوج السياحي. السيده كتقول ان المعلومات باللي هي اسرائيليه داخله المغرب على اساس السياحه، ولكن الامور مش خدات واحد الاتجاه اخر، ما بقاتش السياحه ولكن اتخذت اتجاه سياسي وسياسي محض في منطقه حساسه بين المغرب والجزائر. هاد السيده وبدون حتى سابق انذار خرجت ما بين الحوايج ديالها العالم ديال اسرائيل وتوجهت مباشره نحو اخر نقطه حدوديه اللي كتفصل بين المغرب والجزائر. وصلت لتما وبدات كتلوح بالعالم في اتجاه ديال حراس الحدود اللي في الجهه المقابله. هذا المشهد خلى بزاف ديال الناس اللي كانوا حاضرين يتفاجئوا، حيت التصرف ما عنده حتى علاقه لا بالسياحه ولا باكتشاف ولا حتى بالتصوير. والسؤال اللي كيتطرح مباشره، واش هذا الشيء كان تصرف فردي ولا محاوله استفزاز ولا رساله مقصوده في مكان حساس اصلا؟ وشكون مورا هذا الشيء؟ واش ممكن تكون الجزائر؟ وعلاش في هذا الوقت بالضبط؟ اي واحد عارف ان الحدود المغربيه الجزائريه منطقه حساسه، واي حركه فيها ممكن تحسب سياسيا ولا امنيا ماشي غير سياحيا. وعلاش قلت ممكن تكون هذه حركه مفبركه من طرف الجزائر؟ لان الحركه خطيره بزاف، ماشي غادي تستفز غير الجزائريين فقط، لا، حيت الجزائر ما عندها غرض هز العالم ديال اسرائيل ولا هز العالم ديال الهنود الحمر، ما عندها غرض. الغرض ديالها هي تضرب الصوره ديال المغرب قدام الدول العربيه وقدام الدول الاجنبيه، خاصه ان المغرب ولا عليه اجماع في الاونه الاخيره، وخاصه اجماع في الصحراء. ملي جيت نشوف شكون المستفيد الاكبر من هذه الحركه، لقيت المستفيد فقط هو الجزائر. اليهود ماشي اغبياء باش يديروا هذه الحركه العبيطه، واكيد ماشي المغرب، لان المغرب ما وكلش السفنج خضر باش غيدير هذه الحركه اللي غتجيب ليه غير البلباله وتبرزيط الراس. يعني الا كانت الحركه من طرف الجزائر غادي تبان من بعد وغادي نكتشفوا كل شيء. بزاف ديال المتابعين اعتبروا باللي هادشي اللي دارت هاد السيده هو خارج اطار السياحه، وبعضهم قال باللي الدخول كسائحه ومن بعد القيام بحركات سياسيه او رمزيه راه كيتجاوز حدود الضيافه. وفي المقابل كاين اللي كيشوف بلي هاد السيده خصها تحمل المسؤوليه ديالها كامله وعلى تصرفاتها، وان المغرب معروف بحسن الضيافه وبحسن الاستقبال، ولكن ماشي معناه السماح باي سلوك استفزازي. ودابا السؤال الكبير اللي كيبقى مطروح، واش هاد الواقعه غادي تدوز مرور الكرام ولا غيكون شي توضيح رسمي ولا تدخل من جهات المعنيه؟ القصه ما سالتش هنا، والتفاصيل اللي جايه ممكن تكون اهم. خليكم معنا في المتابعه
ما تنساش دير جيم وابوني. والسلام عليكم ورحمة الله.